مسرحية أنا نسميها مهزلة، مهزلة أكثر قوة من مسرحية. لماذا؟ لأنه أنا نتذكر في شهر أكتوبر، نظن 12 ولا 13 أكتوبر السنة الماضية، كان الزميل حبيبنا يزيد وهيب كان كتب مقال في يومية الوطن، قال باللي احتضان كأس إفريقيا 2025 راح يكون للمغرب، استنادا إلى معطيات مؤكدة مقربة من المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. والناس هذاك الوقت لما مد المعلومة كانت فيه انتقادات لاذعة كيفاش يمد ولكن كانت مطبوخة، الطبخة كانت كما يقول لك مطبوخة. هذاك الوقت عرفوا كيفاش يقنعوا أعضاء المكتب التنفيذي باش يفوتيو عليهم. احنا أنا حاجة اللي لازم نقولها اليوم، لازم نشكروا الاتحاد الجزائري لكرة القدم اللي اتخذ القرار في الوقت المناسب، لأنه اليوم احنا عارفين باللي راح ندخلوا إلى معركة وإحنا رانا منهزمين. اليوم انتم يا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وانت يا موتسيبي اللي جيت للجزائر، واليوم هذه الجزائر على الأقل السنة الماضية فقط ولا السنتين الماضيتين درنا ألعاب البحر الأبيض المتوسط، درنا كأس إفريقيا للاعبين المحليين، درنا كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة. كل الأندية الإفريقية اللي كانت تجي تلعب هنا في الجزائر، نادي اتحاد الجزائر دا كأس إفريقيا، شباب الوزداد كما يقول لك ربع نهائي في رابطة الأبطال. كل المعطيات توحي أن الجزائر اليوم عندها إمكانيات باش تحتضن أي منافسة بعيدا عن كأس إفريقيا. أنا ما نظنش يعني 3 بلدان كينيا أوغندا وتنزانيا عندهم نفس الإمكانيات، خاصة إذا اليوم نسمع موتسيبي يقول لأنه بعض الدول يعني اللي انسحبت، الجزائر زامبيا والسنغال ونيجيريا، لأنها اسمها باش تدافع على الملف المغربي. جو سوي ديزولي مسيو موتسيبي، لا احنا ما انسحبناش باش نخلوا الفرصة للمغرب باش يدوا، الله يسهل يدوا واش يحبوا. ولكن لما نسمع، أنا عندي واحد معلومة يقول لك أنه شركة ألمانية هي اللي كانت تتريتي في لي دوسي. هل الشركة الألمانية هذه يعني تمد كاس افريقيا 2027 الكينيا واوغندا وتنزانيا وهي ما عندهاش ملاعب؟ حبيت نفهم فقط، انا حبيت نفهم اليوم المعطيات الموجوده في القاره الافريقيه ما عندها كما نقول لك لا تستند الى اي اساس. وزيد حاجه واحده، اليوم الاتحاد الافريقي لكره القدم اصبح دميه في يد الاتحاد الدولي لكره القدم، لانه الفيفا اليوم والحاجه اللي تسحقها من لاكاف حاجه واحده برك، باش تفوتي عليهم. لانه احنا في افريقيا عندنا 54 بلد، في يوم الانتخابات اسمه لو ان كار دي فوتون هما من الافريق. اليوم هم يستعملوا في القاره الافريقيه وهم هم يديسيديو. اليوم احنا دينا ان ديسيزيون، الرئيس الجديد للاتحاد والسلطات داو قرار، عندنا اهتمامات وانشغالات اخرى بعيدا. تحبيتوا ديروا كاس افريقيا ديروا كاس افريقيا، ولكن حاجه واحده، انك بالك فقط في 2027 ولا في اي سنه تقولوا بلي ما عندناش اللي يدير. خاطر انا راني متاكد بلي هذه البلدان في 3 ما عندهمش الامكانيات.